اومليت بالخضار على طريقتي. الوصفه دي هتعجبكم جدا، اعملوا سيف ليها خصوصا اللي مش بيحب البيض زي ليلى بنتي. هتعجبه جدا الطريقه دي. مكعب زبده ومعاه زيت، ونحط بقى بصل وكمان فلفل اخضر وجزر مبشور، ممكن كمان طماطم وممكن كمان تحط المشروم، بيبقى لذيذ جدا. الكزبره الخضراء يا جماعه دي ممكن اكتب فيها اشعار، بارفاه طبيعي، انا عاشقه للكزبره الخضراء. طبعا اللي مش بيحب الكزبره ممكن يحط بقدونس او يستغنى عنهم، ونقلبهم تقلبتين كده بس ريحتهم تطلع. في بول بقى هحط 3 بيضات ومعاهم ربع كوبايه حليب وملح وفلفل اكيد، وكمان هقلبهم كويس قوي واحط نص معلقه صغيره بيكنج باودر، بيفرق جدا، بيخليه فلافي طعمه حلو قوي. هننزل بقى الخليط البيض عليه الخضار، نقلبه تقليبه بسيطه كده ونغطي ونوطي ونسيبه يستوي. بصوا بقى احنا بنسميه بيض تورتايه، هو شكله زي التورته كده، يتعاكس من حلاوته. زينته بشويه طماطم شاري وشويه كزبره خضراء. مش قادره اقول لكم قد ايه قمر بجد، يجنن. هتدعولي على الوصفه دي اللي ما بيحبوش البيض بالذات. انا ليليا بنتي ما بتاكلش بيض تماما الا بالطريقه دي. يلا جربوه، بون ابيتي، وما تنسوش تعملي لي فولو انا وشي طيب.